عندك طحال وخايفة تعمليه لحسن ولادك ما ياكلوش عشان ما بيحبوش. تعالي بقى النهاردة هعمل لك الطحال ده بطريقة جديدة وخطيرة جدا جدا. وحط خط بقى تحت جديدة دي يا عسلية قلبي، وما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملي متابعة ولايك واكسبلور. مالكمش دعوة باللي انتوا شفتوه ده، هينزل لكم في فيديو تاني لوحده. اول حاجه غسلت الطحال حلو قوي قوي قوي، ما باجيش جنبه، اوعي تقطعيه واوعي تجيبيه مقطوع، لان الطحال عباره عن دم. تغسليه حلو وتسخني الميه وتسلقيه زي ما انت شفتيه كده، تحطيه في الميه السخنه، وبعد ما يطلع ويبرد تروحي مقشراه، تشيلي بقى من عليه كل حاجه بعد ما يسلق. لان الطحال عباره عن مجموعة من الدم، مغذي جدا جدا للناس اللي عندها أنيميا، مفيد للناس اللي عندها الأنيميا، أحسن من الكبدة كمان للناس اللي عندها الأنيميا. بعد ما تقشريه تقطعيه كده شرايح زي ما انت شايفاها كده، يعني حوالي سنتي، وترشي كده بقى بشوية ملح مبهر، كمون، فلفل اسمر، كزبره، وتقلبيه. تمسكي الطبق كده وتبتدي ان انت تحركيه، ما تحطيش ايدك فيه كده او المعلقه وتقعدي تقلبي، لانه بيبقى طري جدا وحساس. تتعاملي معاه زي المخ كده بالراحه خالص. وتجيبي بقى معلقتين من الفيجيتار او البقسماط، وتجيبي عليهم كوبايه من الدقيق، وتبتدي تنزلي بملح، كمون، فلفل اسمر، كزبره، تبهري يعني الدقيق بتاعك او الفيجيتار بتاعك وبعد كده تجيبي البيضه او بيضتين، والمفروض بيضتين بس انا بصراحه ما كانش عندي الا بيضه، ماشي الحال ومشيت وكان زي الفل. وتحطي عليها سنه من الملح وسنه من الفلفل الاسمر، ويفضل اللي انت تحطي عليه 4 معالق لبن. انا ما كانش برضو عندي اللبن فحطيت بميه وطلع زي العسل. ببتدي بصوا بقى، حاولت ان انا اقلب بالشوكه ما ينفعش، لا ده انا هتعامل معاه بالراحه جدا، وانزله بقى في التتبيله الخطيره بتاعتنا المبهره ديت. بعد ما نزلت عليه البضايه، اوفر لك من انك تحطي واحده واحده في البيض. عندي الزيت سخن زي ما انتي شايفه كده، تروحي مبدراه وتروحي منزلاه، وانسي اي طريقه للطحال تانية. هتعشقوا الطحال، ولادك هيطلبوه منك يا ماما ليه ما بقيتيش تجيبيه. وتروحي مطلعاه بقى كده في مصفى لما يصفى الزيت بتاعه. شايفه شكله؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تنسيش قبل ما تطلعي من الفيديو تعملي لي متابعه ولايك واكسبلور. شايفين الحلاوه والجمال مع شويه خضره؟ ما تقوليش سمك، ما تقوليش مخ، حاجه حلوه وطعمه جدا جدا جدا. جربيه على طريقتي، وما تنسيش الدعاء، وانتظرني في فيديو جديد. مع السلامه.